عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد في شان يوتيوب بتاعنا خربوش. وفي الفيديو هذا باش نحكيو على الملخص الحلقة 29 من قطوس ترماد الجزء الرابع. هكا علاش كانك أول مرة تتفرج فينا اعمل أبوني وانسى على الجرس باش تجيك نوتيفيكاسيون كل ما نهبطو حلقة جديدة. حلقة الليلة تبدأ بنضال يدخل بكلثوم كيف ما تشوفوا ويعايط باش يعاونوه ويعطاه للطبيب ويقول له ازرب في سام. ونشوفوا نورهان تبكي على كلثوم وحزينة وسوار تقول لها ما تخافش أمك باش تكون لاباس وباش نهزك لها. ومحمد أمير في المحكمة يكلم سلطانة يسأل شنو صار لكلثوم وهي حزينة وتقول له دخلها البيت العملية توا. وهو يقول لها سيسروا روحكم واصبروا. ويجيهم المحامي ويقول لهم الجلسة باش تبدأ وهما قاعدين يستناو. ونورهان تبكي وتخرق بسوار باش تهزها الكلثوم وتجاوبها بعد المحكمة نوعدك نهزك لأمك ديريكت. وتبدأ المحكمة والقاضية تنادي على كلثوم ونضال ويقولوا لها مش لنا وتزيد مدام العلة اللي من مغلو ويقولوا تبناوها منها مش لنا وباعتبار اللي عملته كلثوم للمركز واللي يخدموا فيه وقداش نتمنى انه كلثوم اتهان ونضال اتهان يكونوا لنا. لكن قص عليها سوار وتقول لها توا هي في السبيطار تسارع في الموت. والقاضية تقول لها لكن احنا لنا نحاولوا ناخذ القرار الصحيح. سوار تعيط عليها وتقول لها كلثوم ام باهية وتضحي وبكري شوية ضحت بروحها على خاطر بنتها وما نظنش فما اكثر من هيك. ونورهان تتدخل وتقول لها هي عملت كل شيء على خاطري وخاطر خالتي وتقرق بالقاضية باش تبعثها الكلثوم. ونمشو نشوفوا ادم مشي الجيهان ويقول لها انت بعثك المجرم للمحكمة وهي تقول له سوار وكلثوم يستحقوا اللي صار فيهم الكل. وادم يقول لها ها باش نقتلك ونرتحوا العالم منك. وتهرب جيهان ويلحق عليها ادم ويقول لها باش نهزك للحاكم بايديا. ونرجع لسلطانة حزينة وتقول لصوفيا كان تصير حاجة لكلثوم ممكن نموت. ويطلع طبيب ويقول لهم حالة مدام كلثوم خطيرة وممكن ما تخرجش من العملية حية. سلطانة تهبل وصوفيا تحاول تهداها. ونمشيو نشوفوا جيهان هاربة على الكرهبة وتقول له ابعدني ما تتبعنيش. وهو في كرهبته ويقول لها ماكش هاربة مني يا جيهان. وجيهان تجي باش توقف لكن الفرانات بتاعها ما يخدموش وكيف ما تشوفوا في التصويرة شنو يصير في كرهبتها. وادم يهبط ويشد راسه على جيهان ويولي يعيط. قبل ما نكملوا الفيديو نحب نشكر كل واحد يشجع فينا سواء بارتاج جيم ولا ابوني. وكان مازلت ما عملتش ابوني اعمل فيه ساعه فاش تستنى وانزل على الجرس باش تجيك نوتيفيكاسيون كل ما نهبطوا حلقه جديده. نمشيو نشوفوا نورهان تحكي النضال كيفاش حكمت لهم المحكمه ولازمها تمشي تقول لكلثوم. وسلطانه تقول لها امك تاو في العمليه وكي تخرج باش تقول لها وتغزر لها من وراء البولار وتقول من اليوم ما عادش باش نبعدوا على بعضنا. وتجا سوار وتقول لها هنا نستناو مع بعضنا. ويخرج لهم الطبيب ويقول لهم ما نجمش نقول لكم حتى شيء باهي وزيد توا حطيناه في الانعاش وان شاء الله لاباس. ويمشي نضال للطبيب ويطلب منه باش يشوف مرته. ونورهان تقول له حتى انا نحب نجي معك. وهو يقول لها واحد برك يدخل اختار عليها اقعد استناني لنا. ونورهان تقعد لبرا وتغزل لها وتبكي وتغزل السلطانة وتسألها كان باش تفيق ولا لا. ويقول لها باش تفيق بإذن الله وكلهم يغزروا لها كيف ما تشوفوا. ونورهان مازالت تبكي وتغزل النضال. ونضال داخل شد لها يدها ويطلب منها باش لا تخليش ويقول لها شنو باش نعمل من غيرك وشنو باش تعمل نورهان بلاش بيك. ونورهان تغزل سوار وتقول لها مش قلت لي امي باش تفيق. ويدخل لها امك باش تقوم لاباس. وهي باقي تبكي وتقول لها انت قلت لي امي باش تفيق وما حلتش عينها. وتعنقها وتقول لها هي راقده كيك باش ما تحلش عينها. ونرجع لادم اللي نقز في البحر باش ينقذ جيهان ويقول لهم كلموا الاسعاف. ويطلع من البحر ويكلم الحمايه ويقول لهم اجاو فيسا ويطلب من ربي باش يكون ما صار لها شيء. وهو يقول اللي صار الكل يعني سبب فيه وفما واحدة قاعدة تصور فيه. ونرجع لنضال يطلب من نورهان باش تمشي تغسل وجهها وإيدها. وسلطانة تغزل كلثوم وتلوم في روحها على خاطر اللي صار الكل هي سبب فيه. وكلثوم مازالت حركة لا. وجاه نضال ويقول لها هي اطلع تنفس شوية. وكي يخرجوا سلطانة تقول له خايف لا يسمعوا مش هيك. وشو أهمية هذا الكل وكلثوم في هالحالة. وتولي تبكي وتقول له أنا اللي اختفت نورهان يا نضال علاش كلثوم هي اللي قاعدة تخلص في حق العاملة. وهو يقرق بها باش تهدى وما عادش تحكي هيك. لكن سلطانة مازالت تبكي وتطلب السماح من كلثوم وتدعي من ربي باش تموت هي في بلاصة كلثوم. وتقول نضال وقتها قول سوار كل شيء. هو يقول لها تلهينا برشا وتفرقنا لكن عودنا تلمينا كيف خذينا نورهان ومش باش نعطي البنت لحتى حد مع جايين سوار وتسمعهم سوار. ونضال يقول سلطانة وانتي مش باش تحكي لحتى حد. تقرب له وتسأله شي الحاجة اللي مش باش تقولها لحتى حد. ونضال يوقف ويقول لها كنت نحاول نواسي فيها. قبل ما نكمل البارتي الاخرى ابد في ساعه بارتاجي الفيديو وكان تعرف شكون يتفرج على قطوس ترماد ابعثه له.
وتجي زينب لسلطانة وتقول لها صالح توا قال لي كل شيء، وتقرق بها باش ما تقعدش في كل حالة. ويمشيو لكلثوم وتقول لها شوف كيفاش راقدة، وزينب بتحاول تخفف عليها وتطلب السماح اللي عملته معها الكل. وصالح زاد يقول لها باش تقوم كلثوم لاباس. ونمشيو نشوفوا فرقة الإنقاذ اللي جات باش تنقذ جيهان، والعون يقول لعمر ما لقيناش جيهان. ويمشي عمر لآدم ويقول له احكي لي كيفاش صارت الحكاية وعلاش كانت هاربة، ويحكي له الحكاية ويقول له كيفاش زلقت وخرجت من الثنية. وعمر يقول له الحادث مشكوك فيه والكهرباء ما تخرجش على الثنية كاك من غير حتى سبب. وآدم يقول له اللي صار الكل كان حادث، والطفلة مازال قاعدة تنسنس فاش يحكيو. وعمر يقول كان تطلع فما حكاية أخرى غير اللي قلته وضعيتك باش تصعب برشا. ويقول له نحب نقول سي محمد أمير الحكاية. ويكلمه في التليفون ومحمد أمير يقول له اللي هو في السبيطار. وآدم يقول له عمر اللي هو ماشي للسبيطار باش يقول محمد أمير الحكاية. ونشوفوا جمال مشي لزينب ويقول لها اجا نحب نحكيو. وصوفية تشوفه ما يعجبهاش اللي يعمل فيه. وزينب تعيط على جمال وتقول له مرتك لنا وزيد مدام صوفيا لنا زاده. وهو يقول لها افهم ما نجمش نحب حد اخر غيرك. وتجاوبوا زينب ما فماش حتى حل اخر الا انك تطلق منى. وتدخل عليهم صوفيا وتقول لهم قداكش مراه رخيصه قاعده تقرب من راجلها معرس. وهو باش نمشي توا نقول امك اللي صار الكل. تمشي صوفيا ويلحقوا عليها زينب وجمال ويدخلوا منى باش تمشي للدار توا. ومنى تسالها علاش تحبها تروح. وصوفيا تجاوبها خاطرك تعبت وزيد ما فما شيء باش تعملوا لنا. وتمشي تروح منى وصوفيا تقول سلطانه باش نحكيو على بنتك. وسلطانه ما يعجبهاش الكلام وصوفيا تقول لها دخلت عليهم وهما يتمعشقوا في وحدهم في بيت في السبيطار. وسلطانه تهبل وتقول لها ما تزيدش عليا ولا باش نضرك راني. ويجيهم الطبيب ويقول لهم نجموا تتعاركوا لبرا. ويطلعوا لبرا وسلطانه تقول لها ما عندكش الحق تحكي على بنتي هيك. وصوفيا تجاوبها بالك كان انت ام لنا حتى اني ام راهو. سلطانه تقول لها اسمعني كان عرس جمال ومنى يغشش الناس الكل خليه يطلقوا خير. وصوفيا تهبل وتقول لها انا الغلطه اللي نحكي معاك. ويبداو يتعاركوا وتجيهم سوار وتقول لهم فاش تعملوا اعملوا عقلكم كلثوم الداخل بين حياه وموت وانتم لنا تتعاركوا. ومحمد امير يقول لهم غريبه كيفاش تتعاركوا واحنا في هالحاله. هيك نكون وصلنا لاخر حلقه الليله. كنت تحب تتفرج على ملخص قطوس ترماد الجزء الرابع اعمل ابوني في شان الخربوش وانزل على الجرس باش تجيك نوتيفيكاسيون كل ما نهبطوا حلقه جديده. وهيك ما بقى كان نقول لكم تابعونا على الانستغرام وتفرجوا في الحلقات الاخرين واستناونا الحلقه الجايه.